إننا لا ننتهج منهج المنافقين المنتفعين أئمة الضلالة من السنة والشيعة، بل نسلك طريقة ومنهج الرسول الأمين وآله الأخيار الطاهرين عليهم الصلاة والتسليم في المجادلة بالحسنى والمعروف والعقل وبالإنصاف والأخلاق الرسالية الإلهية، بحيث لا نتعدى النقاش والجدال العلمي الفكري العقدي أو العقائدي القلبي. الخطوة الثامنة: وكل إنسان حسب مستواه الفكري والعقلي والنفسي والاجتماعي وحسب ما وصله ويصله من دليل. الخطوة التاسعة: والمهم أن تجمعنا كلمة التوحيد. كل هذا هو نقاش علمي، كما نناقش الأساتذة الآن، فهذا لا يدل نحن نكفر الأساتذة ولا يدل عن الأساتذة يكفروننا، لا هذا يصح ولا ذاك يصح. وأيضا كذلك عندما نناقش الصحابة لا يدل على أن نكفر الصحابة أو ممن يعتقد بعدالة الصحابة. النقاش هو نقاش علمي، نريد أن نصل إلى الحقيقة، نريد أن نأخذ ديننا من الشخص الذي يمثل خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من التحقيق، خاصة مع ما قلناه من وجود الكم الهائل من الروايات، فلا بد أن نميز بين الضعيف وبين غير الضعيف حتى نأخذ الدين من الطريق الصحيح. والمهم أن تجمعنا كلمة التوحيد التي تحقن بها الدماء وتحفظ به النفوس والأموال والأعراض. الخطوة العاشرة: فبالإسلام يكون كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم. المؤمن من المسلم؟ المسلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل المؤمن، قال المسلم. يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، يشير إلى صدره، يقول: التقوى ها هنا. سلام الله عليك يا رسول الله. يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، يعيد هذا 3 مرات، يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يعني يقول نحن هذه الأخوة لا يظلم لا يخذل لا يحقل، تتعامل بالظاهر، وما في القلب أين ينكشف؟ أمام الله سبحانه وتعالى. فأنت عليك بالظاهر تحقن الدماء والأموال والأعراض على كلمة التوحيد والشهادة بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وغير هذا يكون الحكم عند الحكم العدل الله سبحانه وتعالى. يقول: لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لم يقل المؤمن، قال المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الخطوة 11 أقول: وأما الآثار الأخرى التي هي في القلب والمعتقد والاعتقاد فحكمها عند الله الحكم العدل العزيز الحكيم، وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمهم نحن لا نكفر، نحن على منهج أهل البيت. تعامل النبي والعترة مع الكافرين، مع المنافقين، مع الطلقاء، وهم من أهل النفاق ومن أهل الكفر، تعامل معهم على نحو الظاهر، وهذا هو منهج العترة. سلام الله على العترة.